تجددت الاحتجاجات في فرنسا وذلك لليوم الرابع عشر ضد إصلاح نظام التقاعد، وبعد أشهر من المظاهرات الواسعة في كل المدن الفرنسية، شهد اليوم الرابع عشر للتعبئة الاحتجاجية تراجعا ملحوظا في أعداد المحتجين ضد النص الذي رفع سن التقاعد إلى 62 إلى 64 في أبريل. وقال الاتحاد النقابي إن 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد أدنى مستوى منذ بدء الحركة في جونفي الماضي. في المقابل، قالت الحكومة الفرنسية إن حوالي 281 ألف شخص تظاهروا في كامل فرنسا. وقالت وزارة الداخلية إنه تم حشد حوالي 11 ألف من عناصر الشرطة في كامل البلاد، من بينهم 4000 في باريس. اندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن مثل نانت ومارسيليا وتولوز، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.